مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. صوت الجماهير النهارده مع ضيف كبير الدكتور سيد فيليفي، الاستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه القاهره وعميد المعهد الافريقي سابقا. الحادث الارهابي البشع الاجرامي الذي حدث على الاراضي الليبيه مع مجموعه من المصريين. هذا الحادث انا بصراحه ليس في قاموس الكلمات السيئة، أكثر من أنه شيء لا إنساني بالمرة. ولكن مع هذا الحادث الأليم وهذا الحادث الإجرامي الخسيس الغادر، قول زي ما أنت عايز، تلاقي الشعب المصري متماسك، تلاقي الشعب المصري بعد كل حادث إرهابي أكثر حبا وانتماء إلى هذا الوطن. رسالة القتل من الإرهاب الأسود، ورسالة أخرى من الشعب المصري مع كل حادث إرهابي، إن الشعب ده بيحب البلد دي، إن الشعب ده عنده استعداد يقدم شهيد واثنين ومية وألف ومليون وتسعين مليون فداء لهذا التراب. النهاردة هنتكلم على هذه الجماعات الإرهابية الإجرامية اللي يمكن احنا كمصريين ما كناش نتخيل أصلا هذا الإجرام وهذا الفحش وهذه القصة والغدر. مع ضيفي الدكتور سيد فيليفي. دكتور، أنا ما بحبش أتوقف عند المشهد الإجرامي ده كثيرا، لأنه مشهد لا إنساني. خلينا نتكلم عن المشهد ده وننتقل لتاريخ هذه الجماعات. كيف رأيت هذا المشهد البشع، الغير إنساني بالمرة، والرسالة اللي عايزين يقولوها بالقتل ده الحقيقة طبعا نعزي أنفسنا في طبعا شهداء مصر ونعزي الشعب الليبي في نظامه السابق. نقول لهم من سوء الطالع أن تغضب على من بنى ليبيا الحديثة، ثم تكون النتيجة أن تسلم ليبيا للناتو ويسلم الناتو ليبيا للفوضى والإرهاب. الفوضى هي أم الإرهاب. تمام. ولهذا كان برامج الفوضى الخلاقة تستهدف هذا الذي نشهده الآن. هناك ضرورة للفصل بين الربيع العربي والربيع في مفهوم أوباما وقطر وتركيا والإخوان المسلمين والإخوان المسلمين. تمام. الحقيقة المشهد زي ما سيادتك ذكرت تماما يحمل رسائل متعددة. رسالة ملابس أبنائنا الجوانتناموية، ملابس جاية من جوانتنامو. تمام. والخنجر الأمريكي والوافدين من جميع أنحاء العالم اللي جايباهم المخابرات الأمريكية بهذه الأطوال والأحجام التي تنتمي إلى دوائر القوات الخاصة وليس إلى جماعات من المواطنين تبنوا فكرة الجهاد. لأن لو هتبنى فكرة الجهاد هيبقى فيه طويل وقصير ويبقى فيه كذا، لكن كلهم قطعية واحدة ومقاس واحد ومركز تدريب واحد. تمام. وجهة تدريب وتسليح وتمويل واحدة. هذا الفحش والقتل. خليني أكمل على الخنجر. خنجر المارينز. خنجر المارينز ده بالقوات الخاصة. طبعا موجود. المارينز طبعا هي قوات المشاة البحرية وهي فقر. تابع حضرتك أي فيلم للمارينز وشوف الخنجر. ثم بعد ذلك هناك التوجه إلى ساحل البحر لتنفيذ العملية. والحديث عن جنوب روما، يتحدث عن جنوب روما. معناها يرسل رسالة إلى دول أوروبا التي وقفت إلى جانب مصر ضد الإرهاب، تحديدا إلى تركيا وإلى فرنسا التي باعت إيطاليا وفرنسا. إيطاليا وفرنسا. فرنسا تبيع الرافال. طيب أنا من جنوب المتوسط بقول لك أنا جاي لك. أنا جيت لك قبل كده وهجي لك تاني. ولهذا هم لم يفعلوا أكثر من أنهم جمعوا فرنسا مع مصر في طلب موقف دولي ضد الإرهاب. دكتور سيد، مش عايز أعدي الجزئية ديت وأقول لك طب منين الناس دي عملاء لأمريكا وفرنسا وإيطاليا؟ في النهاية هم شريك في الناتو وشريك مع أمريكا. طب أنا أسأل حضرتك،
هل دولة عربية هي التي دعت إلى الفوضى الخلاقة؟ بالتاكيد لا. الولايات المتحدة. تمام. طب هل ما يجري هو فوضى خلاقة؟ من دعا لها هو من ينظمها ويمولها. تمام. طيب هل عندما تلقي داعش القبض على بعض الأتراك في سوريا تتدخل تركيا ويتم الإفراج عنهم، لا تكون سوريا وتركيا والولايات المتحدة إيد واحدة؟ طب هل القصف المصري في 48 ساعة يحقق من النتائج أعظم مما حقق القصف الأمريكي على مدار شهور في سوريا والعراق ضد داعش؟ يبقى إذن أنت هناك بتتخذ شكل أنك تقاومهم، وفي الحقيقة أنت يعني جزء من تتخذ إجراءات للحيلولة دون بقائهم، لأن في وجودهم مصلحة مباشرة للولايات المتحدة. إيه المصلحة المباشرة بقى للولايات المتحدة؟ طالما يوجد تنظيم داخل الدولة لا توجد دولة، لا في سوريا ولا في العراق. أنا عملت دولة داخل الدولتين. طب ليه داعش ما دام بتتبنى الكلام ده ليه ما دخلتش تركيا؟ ليه تهديدها هو في العالم العربي؟ تمام. إن هي دي المهمة المطلوبة لخدمة الولايات المتحدة وإسرائيل. خليني في المشهد برضو، مش عايز اتوقف عنده كتير بس عشان يعني نستفيد من وجود حضرتك معنا دكتور سيد. مسألة القتل بهذه القسوة وهذا الغدر والخسة، ما هو عايز تقتل حد يقتله برصاص يعني اللي بيعملوه ده يلا يعني، لكن ليه الصورة الشنيعة دي والبشعة دي؟ في ملمحين مهمين في المسألة يعني. ملمح الدماء التي صورت، وده الإخراج السينمائي، ده الشغل بتاع قناة الجزيرة والمخرجين الأجانب الذين يعملون معها. في ملمح تاني اللي هو هذا الحقير الذي كان يتحدث بهذه اللغة الإنجليزية الطليقة اللي هي مؤشر على من هو وأين ينتمي، وما ذكره حول أنه ينفذ سنة النبي محمد الذي بعث بالسيف. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين ولا للمؤمنين، للعالمين، واللي هو بيقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مزداة. هو نعمة، النعمة تبقى بالمنظر ده. والله أبو جهل لم يفعل هذا، والله أبو لهب لم يفعل هذا. ولذلك هؤلاء هم فعلا صغار العقول والأحلام الذين وصفهم الرسول في حديثه عن الخوارج. هم دول. وعار على كل مصري من الناعقين والذين اعتبرهم مرجفون في هذا الوطن وفي الأوطان العربية انه يتكلم هو فرحان لما جرى. فرحان لإيه؟ فرحان لإهانة رسول الإسلام على أيدي هؤلاء. هل أوروبا التي بدأ شبابها يتجه إلى الإسلام سيواصل شبابها التحول إلى الإسلام بعد أن رأوا ما صنع هؤلاء الذين تعتبرهم أنت في تنظيم الإخوان العالمي بتعتبرهم مجاهدين؟ وعلى الفيسبوك أنا أقول لكل هؤلاء الفيسيين يعني ما أعرفش ده هو معنى كويس فيسيين ده ماشي. الناس دول يعني لا أقول فيهم إلا المنظور الذي يراه أي إنسان مسلم يخشى على دينه وأي إنسان مصري يخشى على وطنه. أنا أقول فيهم أن أنتم لا صلة لكم لا بالدين ولا بالوطن. دكتور سيد، هخرج من هذا المشهد ورد الفعل المصري على هذه المذبحة وعلى هذا الفحش. اجتماع مجلس الدفاع الوطني، انتهاء مجلس الدفاع الوطني الساعة 2 تقريبا، ما فيش بعدها بساعتين مع يعني ظهور بشائر الفجر. كانت هذه يعني الضربة واللي حضرتك قلت انها محددة ومعروفة واستهدفت يعني هؤلاء الإرهابيين المجرمين. الرسالة هي دي رسالة مصر 30 يونيو. رسالة مصر 30 يونيو أن المصريين ليسوا أتباعا لأحد، وهم سينوعون مصادر السلاح
أيا كان رأي الولايات المتحدة، وأيا كان العقاب الذي تنفذه الولايات المتحدة على أيدي العصابات التي نظمتها للقيام بالإرهاب على الأرض العربية. تمام. ثم إن الضربة في هذا التوقيت تساوي كلمة واحدة، إن مصر بعد 30 يونيو لن تنام على ضيم، لن تقبل الضيم ولن تنام على ضيم. الرئيس الذي لم ينم حتى تلقى نبأ عودة القوات العائدة من الضربة الجوية الأولى، ده مؤشر على أن مصر هذه المرة والمرات القادمة بعد 30 يونيو ليست مصر مبارك ولا مصر محمد مرسي. عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للبابا تودرس، ويعني في نفس اليوم بعد طبعا هذه الضربة الجوية. نحن الشعب الذي يعرف معنى الميتم من أيام الفراعنة، ويعرف معنى العزاء، ويعرف معنى أنه رئيس الدولة يتوجه إلى رأس الكنيسة ويحضر حفل التأبين ويشارك فيه. هذا هو الأمر المتوقع من رئيس مصر، وهو رئيس كل المصريين، هو رئيس كل المصريين. تمام. ثم الذي يعني لفت نظري كما ذكرت سيادتك هو طريقة إدارة الأزمة. يعني هل من الممكن أن نتخيل الدولة المصرية تبدو كما لو كانت قد علمت بأن الإعدام، أنا في رأيي عملية الجريمة وقعت قبل أيام من ظهور الفيديو طلع 16. لكن أنا أتوقع أن الدولة علمت من قبل هذا. والدليل على هذا أن الدولة استبقت الإعلان الذي قد تقوم به داعش، واستقبل رئيس الوزراء عددا من الأقباط ورموز الكنيسة، توجه هو نفسه إلى أهالي الناس في المنيا. الرئيس اتخذ الإجراء المتوقع وهو عقد مجلس الأمن للتباحث في هذه المسألة، مجلس الأمن القومي. عفوا انا بتكلم ان في النهارده على الناحيه الدبلوماسيه. ثم صدر الامر وقامت القوات المسلحه وهي سيف الشعب المصري بتنفيذ ما وصفه الرئيس ووزير الخارجيه مع عمليه جراحيه في قلب الارهاب في ديرنا. انا طبعا عايز اشير. هنطلع بقى من المشهد ده. عايز اخش ليبيا بقى. نخش بقى ليبيا. نعم. وبدايه يعني انا الى حد ما يعني عشت في هذا البلد فتره يعني. نعم. كان هناك تنظيم الإخوان المسلمين ويظهر على استحياء. نعم. ثم جرت محاكمات له بعد استهداف القذافي في معسكر باب العزيزية. نعم. نعم. وكانت محاكمات يعني خلينا نتكلم بصراحة كانت محاكمات شعبية يعني. نعم. في كل حي هؤلاء هم من حاولوا الاعتداء وقتل القائد فيتم إعدامهم و تاريخ هذه الجماعات المتطرفة، خاصة أن ليبيا يا دكتور سيد ليس فيها الناس فيها كلها سنة. نعم. وكلهم متدينين بطبعا. نعم. شوف، هو أنا هاخد من كلام سيادتك اللي قلته وأنت كنت تحيا في ليبيا. الذين غزوا ليبيا هم فئتان: فئة الليبراليين الذين كانوا يعكفون في العواصم الأوروبية، لندن، أمريكا. تمام. نعم. تمام. والإخوان الذين كانوا يعيشون في قطر. ماشي. هذان الفريقان ضحكت عليهم الولايات المتحدة لأنها أرسلتهم إلى ليبيا وهي بلد يعيش نظاما قوميا عربيا، وإحنا في مصر أكثر الناس الذين يجب أن يعلموا معنى النظام القومي في ليبيا، لأنه هذا النظام مع كل المساوئ بتاعت النظام. طبعا هناك انت بتتكلم على المصريين والولاء والانتماء. تمام. من الانتماء أن أقول أنه معمر القذافي هو ابن روحي لجمال عبد الناصر. تمام. من الولاء والانتماء أن أقول أن هذا الرجل جاء على المبادئ القومية العربية. من الولاء والانتماء أقول أنه قام بدور إسلامي في إفريقيا أفضل ملايين المرات من هذه الشخصيات الخزعبلية ولسه التي نراها في أفريقيا وليه. نعم. يعني مواقف كتيرة. صح. من الولاء والانتماء أن أقول أن مصر التي ضربت في 67 من مطارات ليبيا
الموجودة في القواعد الأجنبية الأمريكية طبعا. والبريطانية في ليبيا هي نفسها التي بنعتيجة قامت والقواعد دي كمان. بطرد هؤلاء الناس بعد ثورة الفاتح من سبتمبر، طردتهم من 69. الأراضي الليبية، وبالتالي أصبحت ليبيا هي الظهر الذي يحمي مصر. بدل ما جاء منه العدوان في 67 جاءت منه طائرات الميراج التي درب عليها المصريون، اشترتها ليبيا ودرب عليها الطيارون المصريون، وخاضت بها مصر غمار معارك 1973. تمام. إذا أنا الأول عارف المشهد داخل ليبيا هو إيه. أختلف مع الرئيس، ومن يجد شعبا لا يختلف مع الرئيس. شعوب العالم بتختلف مع الحكام. اليوم تعطيه أعلى نسبة وغدا قد تسحب الثقة. فعلت شعوب العالم هذا عن طريق صناديق الانتخاب، لكن لم تفعله حركة حرة وطنية مخلصة بالاتصال بالناتو. كمان خيانة. أجيب الناتو للأرض الليبية. ماذا فعل الناتو على إيد هؤلاء؟ بس مين اللي جاب الناتو يا دكتور سيد؟ هم اللي جامعة الدول العربية جابته. وجامعة الدول العربية. وأنا النهاردة أحيي الدكتور عمرو عبد السميع لما كتبه من رسالة مباشرة إلى أمين الجامعة العربية، والرسالة يجب أن توجه أيضا للسيد عمرو موسى الذين يسروا دخول الناتو إلى الأراضي العربية. وهذه المسألة أنا أطلب إليهم أن يعني يعودوا إلى الاعتذار للأمة العربية، شجاعة الاعتذار. بلاش تستقيل، خليك قاعد على الكرسي بس اعتذر، قول لي إن أنا هصلح الغلطة. أنتم الآن قمتم بأكبر ضرر للأمن القومي المصري. سيبك من ليبيا، خليك أنت بتتكلم بعقلية وزير خارجية مصر. عملت إيه؟ جبت الأذى للمواطنين المصريين في ليبيا الذين كانوا يعيشون آمنين. ليبيا والعراق، ليبيا القذافي والعراق صدام حسين، هي التي بنت القرى المصرية بالطوب الأحمر بالعمل الشريف. صدام حسين الذي تآمر عليه العرب وتآمر عليه الناتو هو الذي كان يصرف مرتبات العامل المصري الذي لا يجد عملا 1200 جنيه في الشهر. فأنا عايز أقول عملوا إيه بقى دول؟ الليبراليين والإسلاميين عملوا إيه؟ ليبراليين من الخارج من دول أوروبا. نعم. وإسلاميين مقيمين مع شيخهم القرداوي ده. توالوا على الحكم. توالوا على الحكم في ليبيا بعد القذافي. تمام. المجموعات الليبراليين هم كانوا موجودين يا مجموعات الليبراليين ظهرت في المشهد في الأول لغاية لما جالهم الإسلاميين وقالوا لهم اطلعوا بره. طلعوا بره. إيه النتيجة؟ النتيجة هي ما نراه. كل مدينة في ليبيا هي دولة شبه مستقلة. تبرق دولة. الجيش الليبي أسلحته في أيدي الجماعات الإرهابية. إلى أن ظهرت حركة الكرامة في ليبيا، كرامة ليبيا اللي بيقودها الفريق حفتر وزير الدفاع الليبي الحالي والقائد العام للقوات المسلحة. الأمل الآن في عودة القوات المسلحة الليبية لكي تقوم بما قام به الجيش المصري. بس معلش دكتور سيد، يمكن بحكم زي ما قلت لك مشاهدتي ان مفيش اصلا جيش في ليبيا. يعني ليبيا كان فيها شيء اسمه الشعب المسلح. ايوه نعم. الشعب المسلح ما هو احنا كنا في ثانوي تجربه. تجربه يعني معنى المساله كل الليبيين يقدروا يستخدموا السلاح. خلي بالك لابد ان تكون القوات المسلحه قوات محترفه نظاميه ونظاميه. أن تكون على هذا المستوى الشعبي. اعمل حرس وطني عند اللزوم، لكن لا تسلم السلاح لأيدي الكافة. تكون النتيجة، لأنه في المصطلح العلمي أن القوات المسلحة أو الجيش والشرطة هم الذين يتولون القمع لمخاطر وتهديدات الأمن القومي وتطبيق باسم القانون. الشعب. تمام. وتطبيق القانون باسم الشعب. بتنفذ باسم الشعب. تمام. فأنت لما تتركه وتأتي قوة أجنبية لكي توظفه. طب ده أنا أقول لحضرتك على شيء أشبه بنكتة. اتفضل. والله لن يتخيله إنسان يعني عاقل إطلاقا. الولايات المتحدة من جوانتنامو جاءت بقيادات الإرهاب التي كانت تعمل في أفغانستان مع أسامة بن لادن اللي قبضوا عليهم هناك في أفغانستان. تمام. جاءت بهم إلى ليبيا، جابتهم من جوانتنامو إلى ليبيا ونفذوا ما نفذوه لتخريب الدولة الليبية.
وبعد أن انتهت مهمتهم نزلت قوات المارينز إلى ليبيا وأخذتهم وعادت بهم إلى جوانتنامو. دول أنا لا أقول أنهم عرب ولا مسلمون، أنا أقول أنهم حسالة يعني وقذارة الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينتمون إلينا ولا ينتمون إطلاقا بقلامة ظفر طفل في أقصى جنوب أي دولة عربية. خلينا نتكلم على معتقل جونتانامو وهؤلاء الارهابيين بقى، ان في قرار من اوباما يعني بالغاء يعني معتقل جونتانامو. ده قال هذا عند اختياره بقى له تمام 6 سنين في الحكم. تمام. الجمهوريين بيعترضوا على هذا القرار، ومن المتوقع ان يستخدم الرئيس اوباما حق الفيتو في هذا القرار. لا، ما هو بيلغي، ما هو انا القضيه أصل كل قرار سياسي له تكييف. اكيد طبعا. يعني هو يطلع القرار زي ما عايز. بس هو من جوه كيف ينظر الى القرار؟ هو ينظر الى القرار في اطار الفوضى الخلاقه يا استاذ ايهاب. يطلع بقى يعني يطلع الناس دي علشان تروح تخرب في ارضنا. هذه الكلاب المسعوره تمام. تطلع بقى وبعدين خد بالك، انا بارجو مراجعه جميع عمليات الاعدام القذره التي تمت ذبحا وحرقا. كلها تمت ضد الدول التي لا تنتهج النهج الامريكي بما فيها فرنسا. تابع كده. الدول التي وافقت على طلب الشعب الفلسطيني في مجلس الامن بانهاء الاحتلال الاسرائيلي، فرنسا، النرويج، هو ده اللي بيعاقب. ودي رساله للعالم اجمع، انه اذا كنت تمتلك رايا حرا فعليك ان تستعد لمجابهه الولايات المتحده، لانها لا تريد الا اتباعا. دكتور خليني اتوقف معاك، ويمكن في بيعرض دلوقتي صوره للزعيم الخالد فعلا الرئيس جمال عبد الناصر، وهو يعني انا فاكر يتكلم عن هذه الجماعه الارهابيه وكيف انها تدعي الدين، وان كل المصريين وكل من يعارض هذا الفكر هو كافر. دكتور سيد، عندما تتابع هذا الذي يحدث تشعر، مش تتأكد أن هذا التنظيم الإرهابي الذي تم تشكيله على يد الإرهابي الأكبر حسن البنا هو يعني هي الأم الراعية لكل هذه التنظيمات أيا ما كانت أسماء، سلفية جهادية، مش عارف أنصار شريعة، بيت مقدس، أقصى، كل هذه الجماعات الإرهابية هو عش غربان واحد. هو عش غربان واحد. المظلة الكبيرة هي التنظيم الدولي للإرهاب الذي يتبع تنظيم الإخوان، اللي هو عمله الإخوان المسلمين. وبعدين أنا يعني أوجه رسالة للشباب المصري المتدين، أقول لهم من واقع الوثائق الأمريكية، سعيد رمضان نائب حسن البنا وزوج ابنته الذي كان موجودا في أوروبا استدعي عام 1953 لكي ينسق لمؤتمر مع المخابرات الأمريكية في جامعة جورج واشنطن. علشان يعمل إيه يا أستاذ إيهاب؟ يجيب من كل دولة على مستوى العالم الإسلامي 2 من الإخوان المسلمين لكي يجتمعوا في آخر الأمر في CIA بعد مؤتمر هزلي في الجامعة. يجتمعوا في CIA أسبوعين لكي يعودوا بتكليفات للعمل ضد الدول الإسلامية علشان يحقق الأهداف الأمريكية. 3 أهداف أمريكية محددة: استنزاف الاتحاد السوفيتي، أفغانستان، إسقاط الأنظمة الوطنية وعلى رأسها ثورة يوليو وعبد الناصر، ثم ضمان أمن إسرائيل. طب لاحظ في الدواعش كده، ولاحظ في كل عمل واتجاهات عمل الإخوان المسلمين حتى لما كانوا في السلطة، في رصاصة راحت لإسرائيل. هو أنت لا تقتل إلا مسلما وتقول هذا هو الطريق إلى القدس؟ أكثر من هذا يا راجل، ده الرئيس مبارك اللي احنا زعلنا منه وأسقطناه لم يقبل بوجود مراقبة للحدود. أنت قبلت يا مرسي. الرئيس مبارك اللي احنا أسقطناه وقلنا له ارحل، عنده تسوية عملها بشأن غزة.
لم يرد فيها اللفظ الذي أورده محمد مرسي اللي صورته الولايات المتحدة على أنه بطل السلام وأعاد العلاقات بين إسرائيل وغزة، اللي هي إيه؟ عمل إيه؟ قال وقف جميع الأعمال العدوانية التي تخرج من قطاع غزة ضد إسرائيل. عدوانية. أصبحت المقاومة الفلسطينية عملا عدوانيا بإقرار مدير مركز الإخوان المسلمين في رئاسة الجمهورية محمد مرسي. مندوب. دكتور سيد، الكلام اللي بتقوله حضرتك ده كلام مهم، ومعلش يعني ليس ادعاءات، ده كلام موجود في اوراق ووثائق وتاريخ بيتحكى. نعم. سواء كان من ملفات خاصه بالمخابرات البريطانيه اللي بتظهر كل 25 سنه، او من بعض اجهزه أو على الفيسبوك. موجوده. طيب حتى شباب الفيسبوك ده لو راجع شوية على الشبكة على النت هيلاقي الأسماء التالية. ده كلام معلن. ناس طلعت ميليشيات مصراتة، عندنا ناس، واحد اسمه صلاح بادي وواحد اسمه وسيم بن حميد، اللي هو بيقولوا عليه قائد ايه؟ قائد ثوار ليبيا. عمل ايه ده؟ دول ناس اخوان مع ناس تانيين اسمهم كتلة الوفاء، ومجموعة اسمها مجموعة الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا الخائن. الخائن، صح. مفتي ليبيا الخائن، صح. وسليل مفتي ليبيا الخائن الذي سلم عمر المختار. الغرياني يعني كان الخائن في عام 1933 هو الخائن الآن، هو الخائن في 2011 و12 و13. تمام. وهو الآن يجلس في ضيافة الغنوشي وحزب النهضة في تونس، لأنه لو رآه ليبي لقتله. لا يجرؤ أنه يعود إلى ليبيا. هؤلاء الناس أعلنوا أنه هم داعشيين، أعلنوا إعلان مباشر. والشيء المذهل أن يخرج شباب مصري يتكلم على أنه الطيران المصري قصف المدنيين. يخرج وزير الدفاع الليبي يقول قواتي هي التي قتلت بعض المدنيين على سبيل الخطأ، وقلنا لهم سيبوا المكان ده، ما تقعدوش جنب داعش. قعدوا جنب داعش، وبعض البيوت كان عليها هو تحمل المسؤولية. هو تحمل المسؤولية تمام. لكي يقول الحقيقة ويبرئ القوات المصرية. القوات المصرية جاية على الصورة، جايبة صور المعسكرات وتوجه الصواريخ مباشرة إلى المعسكرات. فأين أجد شابا مصريا على الفيسبوك أو أستاذا في الجامعة أو عضو هيئة تدريس في الجامعة، مفروض أنه بيفهم في العلم، شايف بعينيه ويطلع يكرر كلام قنوات عميلة ومأجورة وصهيونية، ويقول ان الجيش المصري بعد عمليات قدرت فيها القنوات الأجنبية ان الضربة الأولى قتلت 46 واحد، 46 ل 50. تمام. وبعدين بعد كده أصبحوا يتكلمون عن 153. والآن أنا أقول لا، ده الضربة أكبر من كده، لأنه الضربات التالية واللي إن شاء الله هتستمر لغاية لما درنا تخلو من هؤلاء الناس ويدخلها الجيش الوطني الليبي ويحررون هذه المنطقة من أرض ليبيا لكي تخلص بنغازي وشرق ليبيا بكاملة من هذه الجماعات. دكتور سيد، ولكن في خطر تاني، اللي هو أنه إنهاء الوضع في درنا وبنغازي مش هو اللي هيحل المشكلة في ليبيا. لابد من أن الشعب الليبي والجيش الليبي يعلم أنه المسؤول عن تطهير ليبيا من جماعة زي هما بيقولوا الليبيين، مش فجر ليبيا، فجر ليبيا. ده علي بالحاج ده كان في جوانتانامو، فجر ليبيا. ما هم بتوع جوانتانامو اللي انا قلت عليهم كان هناك كانوا معتقل بتوع فجر ليبيا دول، وميليشيات مصراتة وهذه المناظر اللي هي حتى شركائهم الزنتان اللي اشتركوا معاهم في الثورة ضد القذافي انفصلوا عنهم، قاتلوا، طردوهم من اماكنهم وقتلوهم شر قتله. دكتور سيد، خليني اخد من كلام حضرتك فيما يختص بالمشهد الاعلامي. نعم. يعني قتل بصوره، يعني انا مش عايز اقول مثلا ايام ما كنا صغيرين كده ونسمع قصص الف ليله وليله ويقول لك قطع، يعني حاجه كده في الخيال، يعني قتل، ارهاب، اجرام، خسه، دمار.
وعلى الجانب الاخر ما انا بقول ابو جهل وابو لهب جلدوا وضربوا بلال وعلي عمار، لكن علي عمار بس مش حطوا الصخر على صدورهم. تمام. واشياء من هذا القبيل. لكن ده شوف انت بيعمل ايه. هذا الاجرام الظاهر تجد حاجه غريبه جدا. يعني تجد هناك تبريرات لهذه العمليه. هناك من يدعي انها جرافيك وانها تركيبات و وهناك من يدعي ان ليست هناك حادثه اصلا من هؤلاء التابعين المأجورين المحسوبين على هذا التنظيم الارهابي وعلى هذه الدوله العميله. للاسف اقسم بالله هذه دوله عميله تقود المنطقه الى هلاك، وان شاء الله الهلاك هيوصلها هذه الدوله. قطر ايه كم الكذب ده؟ وايه اذا كان يعني اسلامنا اللي احنا نعرفه يعني الاساس فيه ان المسلم ما بيكذبش. طب انا اقول لحضرتك، انا والله انا لما بشوف الناس دي بيحصل لها حاله هلع. ايه اللي بيدعوه ده؟ عندي طالبه ناقشتها، يعني مدرسه مساعده في جامعه اسيوط، دكتوره ناديه ان شاء الله، عامله رساله كانت عن قطر. فيها اشياء اقول لك لا، النظام في قطر مش بس زي ما حضرتك قلت، ده ناس عندها مرض نفسي، ده ناس عايز تتعالج، ده ناس خرجت من ربقة العروبة والإسلام ومجانين. تصور أن الباحثة تذكر من واقع الوثائق الأمريكية أن أمير قطر اللي هو الشيخ حمد أبو تميم، هذا العاق اللي شال أبوه من الحكم، وهو سليل عق برضه لأن أبوه شال. أكيد طبعا أبوه، العيلة كلها يعني شغالة مع بعض كده. أيوه في حاجة يعني منتاليتي ابوه كان في الخارج فقال له لا خليك عندك وخلاص وانتهت الليل. وبرضه الواد عمل نفس العمليه. تصور انه وهو امير ولي عهد فاشل لانه كان بيدرس في لندن ولم يستطع ان يحصل على الشهاده. فلما رجع حط الرتب بقى بتاعت فريق وجنرالات وحاجات زي كده وحاجات هلس، هو عنده كام 20 سنه. فراح دخل المينا لقى الاسطول الامريكي بينزل قطع غيار للقواعد اللي موجوده هناك. ايه ده؟ قالوا له ده صاروخ. كام واحد دول؟ قالوا له 20. قال يكفى الامريكان 19، هات لي واحد للقصر مثلا. خد واحد للقصر. الامريكان طبعا لقوا الصواريخ ناقصه. ده في رساله، ده في دراسه تاريخيه حقيقيه، لقوا الصواريخ ناقصه. وطبعا بيبقى في سنسورز في الاجهزه دي، اكيد فعرفوا انها موجوده في القصر. راحوا خدوها منه، قالوا له لا دي مش للعب يا بابا، دي مش العاب ناريه، دي بطول موسكو. فخدوها منه. ادي العقليه التي تعمل في قطر. هكمل المساله دي لانها ولذلك يسهل انه مفتي الارهاب يوسف القرضاوي يجلس بين ظهرانيهم، يعلي من شأنهم ويخرب العالم الإسلامي لقاء المليارات التي يحصل عليها والبنات الصغيرات السن الزيجات اللي هي 17 سنة. تمام. يعني الناس المريضة دي ناس مريضة نفسيا. أقسم بالله أنه مصر يجب أن تستشير الدكتور أحمد عكاشة في التعامل مع هذه الشخصيات. مش عايزة خبير استراتيجي، مش مع الناس دي كلها. معايا أستاذة شيماء من الهرم. أستاذة شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا يعني عاوزة أولا بتكلم على قطر. يعني أنا سمعت إن هو كان اشتروا طيارات ترافل من يعني قناة فرنسية امبارح سمعتها بتقول إن هم اشتروا طيارات ترافل حاجة و30 طيارة من فرنسا، وهم أصلا ما عندهمش جيش. يعني أنا وبعدين يعني أنا قلت يعني أكيد هم داخلين في سكة معانا برضو، يعني مش سايبيننا في حالنا، يعني واضح إن القصة مستمرة. تاني حاجة كان دايما القنوات بتاعتهم تقول لك ده هنشتري التروماي، ده نورماندي 2، ده الطيارات دي طيارات من 2001 ما حدش جه ناحيتها، ده انتوا ما اعرفش ايه، وهم رايحين يشتروها حاجة و30 طيارة. شيماء الصوت اسمعك، يعني يا ريت يبقى واضح شوية، تعلي صوتك شوية. يعني بقول لحضرتك سامعك، اتفضل. تاني حاجة كان الرئيس السيسي قال أنا عمري ما هضرب في ليبيا إلا لما أقول لكم.
وفعلا لان كان في اشاعات زمان قالوا ده راح ليبيا واحنا ما بنعرفش وكده، وفعلا طلع صادق معانا، واول ما ضرب في ليبيا فعلا احنا كنا اول ناس عرفنا. شيماء خليني اكلمك كمواطنه مصريه. ايوه. لما بتشوفي القنوات ديت وقنوات الارهاب والتحريض والقتل والاجرام التابعه لهذا التنظيم الارهابي وكل التنظيمات الارهابيه، يعني خلاص بقت المسائل معروفه، بجد يا شيماء انت كمواطنه بتقولي الناس دي بتبص الصوره دي ازاي؟ بتبص لها ازاي؟ بص حضرتك، انا ما اكدبش عليك، انا كنت جات لي فتره بحب اسمعهم عشان عاوزه اربط، يعني عاوزه افهم ماشيين في انهي سكه. تمام. ففعلا اكتشفت ان في ليبيا فجر ليبيا وانصار الشريعه وداعش هم الثلاثه سكه واحده، لان هم الثلاثه تحس ان الاعلام بتاعهم بيدافع عنهم دايما بيبرر لهم اي حاجه بيعملوها. ففهمت ان دول مجرد مسميات وان دول كلهم تبع بعض. تمام. تاني حاجة ان فعلا الموضوع مهما السعودية حاولت مع قطر، مهما احنا حاولنا مفيش فايدة. هم يعني خلاص الدنيا ظبطت معاهم في سكة معينة. تالت حاجة الموضوع بقول لك حضرتك يشتروا طيارات من فرنسا حاجة و30 طيارة، يعني هم ما عندهمش جيش، يعني يبقى انت ماشي في سكة تانية فعلا ان انت مصر ان انت تعدينا، واكيد الطيارات دي رايحة لسكتها يعني. برافو عليك. فهي دي النقطة يعني. بس نفسي في طلب بس صغير، انا نفسي وزارة الداخلية تعمل رقم تليفون عن اي مثلا، يبقى مثلا يا جماعة اللي يعرف يشك بس ان ما موجود على لا حضرتك ما بيردش تقريبا الرقم، يعني انا نفسي بس ويطمنوا الناس. انا اعرف ناس كتير قوي بيعرفوا حد ونفسهم يبلغوا عنه. في ارقام لوزاره الداخليه وفي ارقام للامن الوطني موجوده بتظهر على الشاشات، وفي ارقام للجيش كمان بتظهر على الشاشات. بس حضرتك اطلب الجيش يا استاذه شيماء، انا معاكي ان ممكن تطلبي وزارات ما حدش يرد عليك، اطلب الجيش اكيد هيرد عليك. لا وحضرتك في ناس بتخاف، في ناس بتخاف تبلغ، تقول لك ممكن يقولوا لنا طب ما اعرفش ايه وقصه الحكايه. لا 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 لا, لا. اي معلومه عن شخص ارهابي، اي معلومه بيقولها مواطن مصري شريف منتمي الى هذا الوطن بيحب الارض دي، شايف واحد ارهابي من هؤلاء القتله، لا معلومات سريه كلها، ودي تاكيدات من كل هذه الجهات سواء كانت وزاره الداخليه او الجيش او الامن الوطني. شيماء بشكرك. استاذ عبد النبي من القليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله سلامي ليك وللضيف اللي معاك سيادتك. الله يخليك، اتفضل. وعزائي لل21 مصري اللي هم توفوا في ليبيا، مش الاقباط، لا دول مصريين. تمام. وعزائي للسيد رئيس الجمهوريه فيهم، وفعلا ينصر دينه اللي هو قام بالضربه الجويه قبل سطوع الشمس تاني يوم، لان دي اسلك صدورنا كلها. كلامي لما يدعى بامير قطر اللي هو اساسا الامير الحافي المتظلل بظل القواعد الامريكيه عنده، اللي هو خادم امريكا نفسها. اولا مش هينجى من الفعل اللي فعلها في عمليات الانقلاب في مصر، وخاصه دعمه للاخوان المسلمين. بالنسبه للجيش المصري، الضربه الجويه ديت مش هتبقى اول ضربه ولا اخر ضربه. احنا عاوزين حصار بحري وجوي، لان الطيران القطري بيدي السلاح في برقه للجماعه اللي هم بتوع داعش. ده محتاج قرار دولي، ويمكن ده اللي هيحصل في مجلس الامن موجود، ولا بد ان هو يحصل. امريكا بتعاقب فرنسا على صفقه الطيران اللي عملتها مع مصر. امريكا بتعاقب انجلترا على انها دعمت مصر، بدأ العالم يفوق من العمليات الارهابيه. بسأل الضيف اللي مع سيادتك. اتفضل. السؤال: الجماعه الدكاتره اللي موجودين في الجامعات المصريه وينتموا للاخوان المسلمين، الشهادات العلميه اللي هم حاصلين عليها دول، ليه النهارده ما يرجعوش من الفكر الاخواني اللي هم مسحين عقولهم بيهم وبيمسحوا عقول الطلبه في الجامعات؟ ليه كده؟ طب استاذ عبد النبي، واحده كمان بعد اذن سيادتك. معتز مطر اللي هو على قناه الشرق اللي ليل نهار عمال يتطاول على اسياده في مصر، ده صبي ده صبي يا حاج، ده صبي ده. عاوزين قرار جريء جدا. كل من يتطاول على مصر من الاخوان المسلمين خارج مصر تسقط جنسيته فورا. والله يا استاذ عبد النبي، خلي ضيفي الكريم دكتور سيد يجاوبك على المساله الاولانيه اللي هي اعضاء التدريس والناس اللي انا اولا يعني اشكر بنتنا شيماء والاستاذ عبد النبي
شيماء قالت مسألة مهمة جدا، انت رايح تجيب طيار، ده انت عندك القواعد الأمريكية 30 طيارة واصلا جايز هيديها لامريكا ولا حاجه. اصلا انت يعني عاوز الجيش ليه؟ انت هتجيب الرافال بالمناسبة يعني هتجيبها لمين؟ ومين اللي هيسوق؟ ده انت الطيارة على ما تاخد التيك اوف بتبقى بره الحدود. انت فاكر ان في دولة صحيح؟ دي أسرة مارقة عن اتحاد الإمارات العربية، مفروض إنها عضو في اتحاد الإمارات العربية ومرقت. فهذه الأسرة المارقة عندها نقطة مهمة جدا علينا إن احنا نفهمها. يعني هذا الغليم تميم وخسارة فيه الاسم، لما يموت الملك عبد الله رحمه الله يقوم يعتبر ان اتفاقه مع الملك عبد الله كأن لم يكن. ما انا قلت في المساله دي هو كلام ملوك ولا كلام عيال؟ كلام عيال بس خلاص. وبعدين انه تتعامل مع الملك الجديد كما لو كان الملك الجديد ينقلب على اخيه الاكبر، وكأن الاسره الحاكمه ليست مملكه رصينه الجانب. في لقاء النهارده مع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، قال له تعالى يالا تعالى يالا. ما هي كده معناها كده. بس انا بقول للملك سلمان والاخوه في المملكه انه الولد هيجي، بس هيعمل زي ما عمل قبل كده. عيل بقى عيل. الاستاذ عبد النبي مساله هيئه التدريس. مساله بقى هيئه التدريس اشياء غريبه جدا. انا على الفيسبوك اساتذه في الجامعه اسمائهم واضحه معروفين. طبعا معروفين. اسمائهم معروفه. اساتذه في الجامعه. واحد كاتب امبارح كلام غريب جدا زي الكلام اللي بيقولوه. لو تميم ما يكتبوش. بيقول يا فندم بيتكلم على الضربه الجويه المصريه على انها موجهه ضد المدنيين. يا راجل ده انت شايف الصوره جايبينها في التلفزيون لمعسكر، بس هو هيعرف منين المعسكر؟ ما هو ما دخلش الجيش، لم يرضع الانتماء في القوات المسلحه، لانه الاخوان المسلمون كانوا يهربون بابنائهم من التجنيد في القوات المسلحه. واحسن ان ما دخلوش القوات المسلحه لان ده شرف كبير ما كانوش ينالوه، ما يتحملوش الشرف ولا ينالوه، لان صراحة. سليل الخيانه لا يتحمل شرف التجنيد. يمكن خليني بس اقول نقطه ثانيه. اتفضل عشان وقتنا. واحد تاني فيهم بيتكلم على ان الطياره الرافال دي طياره بايظه وما تنفعش، وانه احنا اشتريناها، ده احنا اتخدعنا، انما لما ابقى مع امريكا وتابع لامريكا ابقى كويس، انما لما اجيب من روسيا والصين وفرنسا، بقى طياره فرنسا اللي متطوره عن طياراتها العملاقه اللي انا خضت بيها 73 واسقطت بيها الفانتوم. جاي انت يا من لا صله لك بالقوات المسلحه تحكم عليها؟ ده انا عايز خبير جوي اشتغل على الاف 16 وعلى الميراج عشان يقول لي الرافال شكلها ايه. انت ما تعرفش، ده انت خارج تخصصك بتغرق في شبر ميه، رايح تتكلم خبير عسكري. فادي العقليات. طب هذه العقليات انا بقول انه قانون التعليم العالي يتيح للدوله المصريه ان هي تحاسبها. دكتور سيد، حضرتك بتتكلم في جزئيات هامه جدا، وانا بقول فيها لابد من ثوره على كل من يتعاطف مع هذه الجماعه الارهابيه. والله هذه الجماعه الارهابيه كل متعاطف معاهم هو ارهابي. اوعى تتخيل اللي بيطلع ويقول لك انا سلمي ومظاهره، هو لو طايل يجيب سلاح ويقتلك هيقتلك، لانه فكر كده، فكر مبني على الخيانه والعماله والخسه. هذه الجماعه بصراحه جماعه ارهابيه مجرمه في حق هذا الوطن وفي حق امه المسلمين جميعا. محتاجين الى ثوره تصحيحيه لمواقع عديده جدا داخل هذه الدوله. اي متعاطف مع هذه الجماعه هو ارهابي. دكتور سيد فيليفي، الاستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعه القاهره، بشكرك، والكلمه الاخيره لحضرتك. انا يعني عايز اقول للشعب المصري الكريم المحترم الصبور انه في يعني احيانا تتوه ملامح ايجابيه، لكن الملامح الايجابيه موجوده. اولا الشباب المصري الذي اقتيد الى الذبح، حضرتك شفت واحد فيهم وهو قاعد
عيط ولا منهار. وهو مثلا والله صح. انا بقول للداعشيين وللاخوان المسلمين، انا مسميهم النسوان اللي كانت لابسه طرح. ايوه، ادي الرجاله وقاتله هو لا مؤاخذه في الكلمه، يعني هو اللي يستحق انه يتقال له ان هو ليس رجلا. ويمكن وبعدين انت عندما تسيطر على انسان وتملكه، اين حقوق؟ لو افترض انك انت رحت جمعتهم وجبتهم وان حكمك فيهم سليم، اين حقوق الاسير في الاسلام؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما والزرع فين الكلام ده؟ فانا بقول للشعب المصري هؤلاء ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. دي مش كلمتي، دي كلمة حسن البنا الذي يتحمل وزر وجود هذه الجماعة إلى هذه الساعة، عليه وزرها ووزر من دخلها إلى يوم القيامة. وكل أزمة. وعايز أقول كلمة أخيرة كمان. اتفضل دكتور سيد. إنه ملمح صمود هؤلاء الشباب هو ده الرسالة اللي أنا بقول للشعب المصري. نحن يجب أن نلقى الشهادة بقلوب صامدة وصابرة، ولكن في نفس الوقت لابد أن نثق بأن لنا سيفا قاطعا بطارا، هو الجيش المصري، وهو قادر إن شاء الله مع هذا الرئيس البطل على أنه يصل مسافة السكة إلى الأهداف التي يجب أن يتم تدميرها لكي يعيش هذا الشعب في أمان. بشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لكل السادة المشاهدين على هذه المتابعة. بشكركم وألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.